العيد فرحة وأجمل فرحة، وطبعا أحسن فرحة اللي نقدر نعملها لولادنا أو نعملها لأي طفل في العيد. احنا السنة دي فكرنا نعمل ايه لولادنا. عملنا لهم بوكس جميل، حاجة مش مكلفة جدا. كل اللي احنا عملنا حوالي 20 شنطة، ما كلفونيش اكتر من 100 جنيه. يلا نسمي الله ونشوف. دي اكياس بنجيبها من بتوع الصوابيع. جبت كيسين ابيض سوري، بامبي وازرق. الكيس عبارة عن 50 كيس صغير ب20 جنيه. هنجيب صينية وهنروح السوبر ماركت نجيب شوية حلويات. جوليو دي كانت الواحدة بجنيه، انا جبت منها العدد اللي انا عايزاه. وجبت ربع ميجا عشان تبقى الحاجة برضو شكلها شيك كده وبنت ناس اهي، هنحطها عليهم. وفي واحدة قالت لي بدل ناوية تساعدي الأطفال، خدي الكيس الحلو المشكل ده وحطي كل واحدة في كيس عشان نسعد ولادنا بيها، عشان يبقى البونبوني كده شكله حلو ويفرح. طيب رحت تاني السوبر ماركت، لقيت بقى فيه شوية بونبونات كده عيالي بيحبوها، كراميلا على بتاع زي الجيلي كده، حاجات حلوة. والاتنين بجنيه، جبت حبة برضو حوالي ب20 جنيه. وايه، ظبطنا الدنيا تمام. هنجيب الاكياس بتاعتنا وهنعبي كل كيس فيه نوع شوكولاتات كلها في جميع الانواع، وهنربطهم بشكل معين. احنا عندنا طبعا مجموعة من الاطفال بتحب ان احنا بنحب نديها عاديات، او الاطفال بتوعنا بتوع البيت. بنجيب العاديات بتاعتنا وبنظبطها على الولاد والبنات اللي احنا هنظبط الدنيا معاهم، ونربطهم بشكل معين، او بنحطهم في صينية لوحدها، والدنيا بتبقى حلوة معاهم. ال الاكياس التانية الفاضية بيبقى على قد البونبوني، وبنربطها بربطة برضو معينة، وبنحطها لوحدها زي ما انتوا شايفين. العيد احسن حاجة بقى في الموضوع ده ان احنا بنحط الصينية كبيرة على السفرة. اي طفل بيجي يعيد عليكي هتديله الكيس بتاعه، اذا كان ولد او بنت، ومش بيبهدل الدنيا بقى زي ما بندخل نلاقي طبق البونبوني محطوط او الشوكولاتة ونفتح ونرمي. وكل سنة وانتوا طيبين، ويا رب الفكرة تكون عجباكم.